بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معانا في فيديو جديد. النهاردة عايزين ننفذ الشجرة الجميلة دي. الشجرة دي عملتها من الشنابر اللي هي بيتربط بيها الأجهزة الكهربائية أو البلات الكبيرة بتاعة السيراميك. أنا جبتها من مصنع سيراميك أصلا. جبت كمية كبيرة وبشتغل منها الشجر اللي احنا شفناه ده. بعمل الحرف مدبب زي ما احنا شايفين، وبعد كده ببتدي ان انا اجمع كل المقاسات مع بعض. يعني انا بعمل مقاسات مختلفة طبعا، لان الشجرة بيبقى فيها ورق طويل ورق قصير، فانا بعمل مقاسات مختلفة. مثلا المكان الواحد بياخد مني 4 ورقات او 5 حسب الاسطوانة اللي انتوا شغالين عليها. الاسطوانة دي انا بعملها من ورق كرتون. ممكن ورق كراسات او اي ورق كرتون موجود، بيتلف على بعضه وبتعمل منه شكل اسطواني كده. يعني بحجم عصاية المقشة. ممكن تستخدمي عصاية المقشة، بس الورق ده يعني بيبقى قصير، بعرف ان انا اتحكم في الاطوال. بعد كده ابتدي استخدم الاطوال اللي انا قصيتها بالمقاسات اللي انا عايزاها، وبعد كده بقى اجمعها مع بعضها. هم بيبقوا 5 ورقات مع بعض. بجمعهم بالاستيكر العريض، السلوتيب العريض اللي هو الشفاف العريض. كل استخدامي بيه، انا مستخدمتش في الشغل النهارده مسدس خالص، لانه طبعا الشمع بقى سعره مرتفع جدا، ومبقتش اعرف استخدمه. وبعدين اصلا لو استخدمت الشمع هيفك، فاحسن حاجه استخدام السولوتيب اللي انا اشتغلت بيه النهارده. وكمان كل الشغل خلص بيه، مفيش اي استخدام لاصق تاني، هو السولوتيب. الا ان قعدة الشجرة اللي انا عملتها في الاخر ما صورتهاش، بس ان شاء الله هنزلها في فيديو تاني. القعدة دي انا استخدمت فيها الغيرة السريع اللي هو الكلة، وكان نتيجته كويسة جدا، وبيلزق برضو بسرعة، والتحكم فيه كويس، وما فيش اي مشاكل. يعني احنا ممكن نستعيد عن شمع المسدس بالغيرة الابيض لو انا عايزة ما ينشف يبقى شفاف، وممكن كمان بالغيرة السريع اللي هو الكل. كل ده تجهيز للورق قبل ما ابتدي الزقه. وممكن برضو بعد ما الزقه اتني التنيات ديت علشان يدي الشكل المنحني بتاع الورقة. كل شيء ممكن يعني، لكن الاطوال دي لازم تتظبط قبل ما الزقهم مع بعضهم. على فكرة الاجزاء الصغيرة اللي بتطلع معايا دي ما برميهاش، بشتغل بيها شجرات صغيرة، بعمل بيها مثلا بغرزها في الفوم، في الفل الابيض، وبعمل منها شجر في فازة صغيرة. بتنفع جدا معايا برضو، ما برميش حاجة خالص من البواقي اللي تطلع من الشامبر ده. حتى اللي هي فيها حديدة ناشفة دي برضو استخدمتها، غرستها برضو في الفوم، وعملت منها شجر برضو. يعني كلها اصلا ما برميش منها حاجة خالص، الشامبر كله بستخدمه.
زي ما قلت لكم انا هنا بجمع اجزاء ورقة الشجر، ورق الشجر اللي هو الطويل المدبب. ممكن برضو نبتكر منه اشكال شجر تانية، وانا لو عملت منه اشكال تانية ولقيته ان هو بينفع فيها هنزله ان شاء الله فيديو. الشجرة دي جميلة جدا وسهلة، وممكن تتحط في مكان بس بعيد عن الحركة، لان هي ليها بوس كده بيشوك يعني. فاحنا ممكن يعني ممكن تتحط في مكان جانبي في الصالة، تتحط على مدخل بيت، تتحط في حتة ما يكونش فيها يعني خبط فيها كتير، عشان ممكن تشوك حد او تيجي في عين حد ولا حاجة، لان هي ناشفة ومدببة. وهي دي الطريقة، وان شاء الله تكون عجبتكم والفكرة تكون عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.